السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طبعا يا جماعة النهاردة جاية لكم فيديو بطلب منكم طبعا مساعدتي في المشكلة اللي انا فيها. بصراحة يا جماعة عايزة اقول لكم، احنا طبعا قاعدين في المنطقة الزراعية زي ما انتم شايفين كده، كلها مانجا. وكلها طبعا في ناس جنبينا زارعين رز. فبصراحة الناموس يا جماعة عايزة اقول لكم، الناموس هنا زي النحل بالظبط في الشرقية. فاحنا مش عارفين نعمل ايه والله العظيم. جبنا طبعا كيتو مش نافع، بريوسول مش نافع. يعني بصوا بنعمل حاجات طرق كتيرة جدا، كل ما حد يقول لنا طريقة بنعملها. طبعا في هنا اقراص كده سودا، بتتباع العلبة ب60 جنيه، قالوا لنا عليها برضو جبناها. عايزة اقول لكم والله العظيم مش نافعة. الناموس يا جماعة زي النحل. سألنا طبعا، قالوا لازم عشان خاطر الرز هو اللي بيلم الناموس. عشان الرز طبعا زي ما انتم عارفين بيحتاج مية كتير. فطبعا الناموس اساسا ما بتلمش غير على المية. فبصراحة انا مش عارفة اعمل ايه. الناموس هنا يا جماعة مبهدلنا خالص، وناموس مش عادي. الناموسة كبيرة جدا جدا ورفيعة، كبيرة ورفيعة ورجليها طويلة جدا. طبعا لو حد شايفني وسامعني من اهل الشرقية هيقول لي، هيكتب لي طبعا في الكومنتات. قولوا لي بقى يعني نعمل احنا ايه بقى في اللي احنا فيه دون. بصراحة انا بصراحة مش عارفة اعمل ايه. الناموس مبهدلنا خالص 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 هنا. هي بصراحة عايزة اقول لكم المناظر جميلة جدا 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 بالنهار، والقعدة بالنهار جميلة، انما بالليل يا جماعة يعني بالليل والله العظيم بيخش علينا الليل بنكره الليل بسبب الناموس. الناموس حاجة رهيبة، مش نافع معاه اي حاجة خالص، ولا اي رش، ولا نافع معاه المراوح. وبيلدع لدعة رهيبة رهيبة رهيبة، والله بيخلينا نعيط منها. يعني ناموس لا تذكر، بيخلينا ممكن نعيط من القرصة بتاعت الناموس. فأتمنى يا جماعة تكتبوا لنا بقى في الكومنتات ايه الحل. ولو حد عنده اي حاجة كده رش او حاجة هو مجربها للناموس يكتب لي في الكومنتات بالله عليكم. لان طبعا احنا لسه كده في الاول، يعني احنا لسه قدامنا شهرين عبال ما بنمشي بقى من المزرعة، عبال ما المانجا طبعا بتبتدي وتخلص. فكده مش هنستحمل خالص يا جماعة القعدة دي بصراحة. زي ما قلت لكم، القعدة بالنهار جميلة جدا جدا، انما بالليل الناموس حاجة رهيبة والله العظيم. فاكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه الحل، وايه حل المشكلة اللي انا فيها دي بصراحة، عشان انا اختكم تعبت والله العظيم. طبعا انا النهارده بقى قلت انزل كده اوري لكم المناظر الطبيعيه ما شاء الله تبارك الرحمن عليها هون. وقلت بقى افتح معاكم بصراحه الموضوع، لان الموضوع بصراحه مهم للغايه والله العظيم. يعني ممكن ناس كتيره تقول لي يعني ايه في، يعني عادي الناموس عادي، لكن لا مش عادي خالص والله. بصوا زي ما انا اوري لكم كده هون. دي بقى كده جنبينا هي مزارع الرز. بصوا يا جماعه دي زراعه الرز اهي. الرز ده بقى هو اللي لامم علينا الناموس. بصوا في زراعة رز عالية هي، واللي جنبيها دي متهيألي برضو رز او حاجة زي كده. فده كله بقى الناموس اللي عنديهم ده كله الناموس اللي بيبقى عنديهم بيجوا ناحيتنا احنا. وطبعا مش عندنا بس، على المزارع كلها. بصوا يا جماعة دي مزرعة كبيرة جدا جدا مزروعة رز زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا مش عارفة اجيبها لكم لان دي مش ارضنا، دي ارض ناس جنبينا طبعا في المزرعة اللي جوزي شغال فيها زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا يا جماعة المنظر جميل جدا جدا جدا. بس يا خسارة لامم علينا ناموس والله العظيم. يعني الواحد عايز كده يجيب حصيرة كده ويقعد كده في الحتة دي وكوبايتين شاي كده ويقعد نعناع بقى، وبصراحة حاجة حلوة. بس بصراحة يعني الناموس والله هو اللي منكد علينا عيشتنا. يلا بقى تعالوا بقى اوريلكم كده المانجا وهي على الشجر ما شاء الله. بس ما تنسوناش تكتبوا لي في الكومنتات حل المشكلة يا جماعة في الناموس.
بصوا يا جماعة، المنظر بيبقى جميل جدا جدا طبعا ساعة العصاري كده او ساعة المغارب. ما شاء الله تبارك الرحمن، المنظر جميل جدا جدا والله. احنا طبعا يا جماعة سألنا كتير هنا من الشرقية، اهالي الشرقية هنا قالوا الفترة دي بالذات بتبقى فيها الناموس كتير عشان خاطر زراعة الرز. والناموس اللي هو مش عادي، اللي هو الصغير اللي احنا عارفينه، لا والله العظيم يا جماعة، الناموسة كبيرة كده ورفيعة ورجلها طويلة جدا، يعني مش ناموس، ده بعوض، يعتبر بعوض مش ناموس. فانا بصراحة مش لاقيه له حل. اتمنى بقى يا جماعة تكتبوا لي بالله عليكم في الكومنتات ايه رأيكم بقى في الفيديو اللي انا فيه دون، والحيرة اللي انا فيها من الناموس اللي مغص علينا عيشتنا انا وولادي. وطبعا انا احمد ربنا الحمد لله رب العالمين ان احنا مش عندنا حساسيه ضد الحشرات، الحمد لله رب العالمين. يعني مهما يقرص فينا عادي احنا مستحملين. بس بصراحه قرصته بتبقى غبيه ووحشه، احنا بصراحه مش مستحملينها والله. فالحمد لله رب العالمين طبعا، ودي عيشتنا وراضيين بيها. بس اتمنى تكتبوا لي في الكومنتات ايه بقى حل المشكله اللي انا فيها دي، عشان يمكن حضراتكم طبعا مجربين ولا حاجه. وطبعا معايا اصدقاء كتيره من الشرقيه وعارفين ايه اخبار الناموس. فتكتبوا لي بقى يمكن عندكم مثلا مسحوق بيترش ولا حاجه بترشوها ولا كده ولا كده، نجيبها ونجربها. وربنا بقى يعدي الموسم ده على خير كده يا رب، ويبعد عننا يا جماعه الناموس، ادعوا لنا يبعد عننا الناموس. وتسلموا لي احلى واجدع اخوات في الدنيا بحالها، عيله ميدو وشوشو، اخواتي وحبايبي وعيلتي، ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم. انا من غيركم ولا حاجة، ربنا يا رب يديمنا بالمعروف ويخلينا لبعضينا وما نحرمش منكم ابدا، اخواتي وحبايبي. ومتشكرة جدا 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 لحضراتكم. كملوا بقى يا جماعة الفيديو، هو الفيديو خلاص مش طويل. وما تنسوناش بقى في اللايكات والاشتراكات الحلوة والتعليقات الجميلة. بصوا يا جماعة الكلب ما شاء الله ماشي في الجنينة عامل ازاي. ما تنسوناش بقى في اللايكات والاشتراكات الحلوة وتعليقاتكم الجميلة اللي بتحفزني، اللي مخلياني مستمرة. وربنا يا رب يكرمنا ويوفقنا جميعا، اللهم امين يا رب. متشكرة جدا 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 يا احلى اخوات، السلام عليكم حبايبي. Yo ya la gente ve.